على هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق القيادي في حزب السلام العربي السوري محمود موالدي. أهلا بك سيد محمود. في البداية برأيك ما هي أهمية الاتفاق الحالي في وادي بردة وما فرص صمودها أمام أي خروقات محتملة؟ المجد والسلام لسوريا. في البداية دعني أن أترحم على شهداء الوطن من مدنيين وعسكريين. سيدي الكريم، المشهد السياسي والميداني الموجود هناك ترابط، هناك 4 نقاط يجب أن نرابطها ببعضها. هي مشبكة بالحقيقة، وأن عملية المصالحات الوطنية التي تقوم بها بعض اللجان المصالحات من وجهاء ومن عدد من الفعاليات الأهلية والسياسية الموجودة هناك متزامنة أيضا مع تقدم للجيش العربي السوري على عدة محاور، ولكن الجيش والقيادة العسكرية تعنى باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة حرصا على حساسية تلك المنطقة ودقتها. وأيضا دعني أن أضيف بأن ما يحصل في منطقة وادي بردة والقرى المحيطة فيها، هناك 7 قرى دخلت إلى ركب المصالحات الوطنية. وأيضا سيطرة الجيش العربي السوري والقوات الرديفة على منطقة بسيمة، وأيضا التسويات التي تحصل. لكن ما نشهده، إذا دعني أن نضع تشابك ما بين العدوان الصهيوني الأخير على دمشق وأيضا طب هذا موضوع آخر سيد محمود، هذا نقطة بعيدة. خلينا في النقطة التي تحدثت عنها ما يتعلق بالمصالحات الوطنية. هذا ما يهمني. يعني المصالحات الوطنية نجاحها أو فشلها كيف يمكن أن ينعكس على نجاح وقف إطلاق النار في المنطقة وادي بردة؟ نعم، هلا هو لا يوجد انفصال بخريطة الصراع، لكن أنا سأكون معك في واقع المصالحات الوطنية. نعم، هناك خطة تقوم بها بعض الوجهاء وبعض الفئات الشعبية في ما يخص واقع المصالحات الوطنية وتضافر الجهود في هذا الموضوع. هناك عدة اتفاقيات وتم نقضها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة الموجودة هناك. ودعني أن أضيف أن المجموعات الإرهابية الموجودة هناك جسمها مركب أساسا، هي ليست كلها عناصر محلية، هناك من جنسيات مختلفة، وأن قائد المجموعات الإرهابية الموجود هناك في وادي بردة هو